السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو اليوم غنشاركوا معكم اللحم بالبرقوق. كيجي غزال ولذيذ بزاف وبطريقه سهله وبسيطه. فبلا ما نطول عليكم يلا نبداو. اول حاجه غنحتاجوها اللي هي اللحم الكبير اللي بغيتو، واي لحم عندكم سواء كان غنمي ولا بكري اللي عندكم متوفر، وبصله كبيره مقطعه، ولا ما كانش عندكم بصله كبيره تقدروا ديروا جوج بصلات صغار، والثومه محكوكه ولا مدعوقه زعما تدعقوها، ونص معلقه صغيره ديال الابزار. هادو بالنسبه للتوابل. عندنا نص معلقه صغيره ديال الابزار، ومعلقه صغيره ديال سكنجبير، ومعلقه صغيره ديال الخرقوم، ومعلقه صغيره ديال قزبر حبوب، ومعلقه صغيره ديال القرفه، والملحه كتبقى على حسب الذوق ديال كل واحد. من بعد غنضيفوا ضربه ديال الزعفران وشويه ديال الزعفران شعره اللي كتسخنوه شويه فوق العافيه، ومن بعد عاد كنضيفوه صافي. من بعد كنخليو داكشي كامل يتشحر مزيان، يتقلى مزيان ديك البصله مع اللحم وداكشي، ومن بعد عاد كنعاودو نحلو عليه وكنضيفو عليه القزبر معقود، وكنمرقوه بالماء مغلي، وكنسدو عليه يطيب باش ديك المرقه باش تجي المرقه ديالو معلكه حتى تعلك، يطيب اللحم والمرقه تعلك مزيان. وصافي من موراها فاش كنسدو عليه كندوزو نوجدو البرقوق ديالنا وصافي. هذا ما كان. المهم سمحوا لي نسيت ما نقول لكم بان فاش كنضيفوا التوابل كنزيدوا عليهم الزيت. المهم حنا درنا كاس مع مرش ديال الزيت نباتيه مع زيت البلديه بجوجهم مخلطين مع بعضياتهم، اللي غادي تشحر بهم ديك البصله مع اللحم ديالنا. المهم من مورا ما كنحطوا البرقوق ديالنا كنغسلوه مزيان وكنحطوه يتسلق في الماء، كندوزوه هنا امتداز اللوز وحتى هو كنسلقوه في الماء حيت دغيا كيطيب، فكنقشروه من الغشا ديالو وكنقليوه في الزيت. صافي هنا من بعد فاش كيتسلق لينا البرقوق ديالنا كنحطوه باش نعسلوه، فكنضيفوا عليه شويه السكنجبير مع شويه ديال الابزار ومعلقه صغيره ديال القرفه وعود ديال القرفه صغير والسكر وشويه ديال المزهر الا كان متوفر، الا ما كانش متوفر ما كاين حتى شي مشكل وكيبقى اختياري، ومعلقه صغيره ديال الزبده. وصافي كنخليو البرقوق ديالنا يتعسل مزيان وصافي. من بعد كندوزو للتزيين.
وصافي هكا كيجي الطبق ديالنا ديال اللحم بالبرقوق، كيجي لي بزاف وبنين بزاف، ما تشبعوش منه. المهم نتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم. الا عجبكم ما تنساوش ديروا لايك وتشاركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد حنا كنديرو. شكرا لكاع الناس اللي كيكتبوا كومونتيرات، وشكرا لكاع الناس اللي كيديروا لايك. شكرا لكم بزاف، تهلاو في راسكم. في الناس اللي عزاز عليكم سمحوا لي حيتاش ممكن يجيكم صوتي في شكل حيت انا شويه مريضه بالرواح. وصافي هذا ما كان، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بسلامه.